السلام عليكم، أهلا بيكم في قناتي. ولو أول مرة تعرفوني أنا اسم أمان. من أكتر الحاجات اللي بنخاف نشتريها لأولادنا هي اللحوم المصنعة، ومنها الوصفة اللي هعملها معاكم النهاردة. مضمونة جدا ومش مكلفة خالص، وكمان اقتصادية وموفرة جدا جدا، وطعمها يجنن وهتعجبكم قوي. بنحفظها في الفريزر وبنستخدمها وقت ما نحب، وهي من الوصفات اللي بنحبها على الفطار، وبنستخدمها في سندوتشات الأطفال كمان. وأحسن حاجة إن مقاديرها مش مكلفة خالص. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تشوفوا أنا عملتها إزاي. أول حاجة هقول لكم على المقادير. المقادير مش كتير ومش مكلفة خالص. معايا ربع كيلو لحمة مفرومة، ومعايا بصلة مفرومة جدا ناعم، ومعايا كمان بهارات كبابة صيني وبهارات لحمة وملح، ومعايا معلقة جيلاتين هندوبها في معلقة مية، ومعايا لون بنشتريه من عند العطار وبيغيب قوي عندنا لحد ما بيخلص، يعني مش مكلف خالص ومش غالي خالص. اللون ده معاكي اختياري، حابة تحطيه تمام، مش حابة تحطيه خلاص، هو مش بيدي لون مش اكتر. معايا مادة دهنية، هحط البصلة لحد ما البصلة تدبل خالص وتاخد لون معايا. اول ما تاخد لون معايا هحط اللحمة المفرومة وهنعصجها عادي خالص زي ما بنعصجها. بعد كده هحط البهارات بتاعتي، كبابة الصيني، بهارات لحمة، ملح. هنقلب البهارات كويس في اللحمة ونجهزها ونعصجها كويس قوي لحد ما تكمل معايا تمام. ناخدها ونوديها على الكبة. هحط اللحمة بتاعتي في الكبة. اللون ده معاكي اختياري، لو مش عايزة تحطيه بلاش تحطيه، هو بس بيدي لون البلوبيف مش اكتر. اهم حاجة عندنا المقادير التانية دي تكون موجودة عندنا، والكبابة الصيني تكون موجودة كمان. انت كده يبقى عندك البلوبيف جاهز. هندوب معايا معلقة الجيلاتين كويس بمعلقة مية، وهنحطها برضو في الكبة على اللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها. وبعدين هحط اللون على حسب ما انا عايزة لحد ما يديني اللون البلوبيف اللي احنا عارفينه. وهنضرب المكونات مع بعض في الكبة كويس لحد ما تختلط معانا كويس جدا، ويبقى كده معانا البلوبيف جاهز. هتشوفوا ازاي معايا دلوقتي البلوبيف بقى جاهز خلاص. شوفوا معايا بقى عامل ازاي، اداني لون البلوبيف بالظبط. بس اهم حاجة عندنا الطعم، ريحته تجنن، ريحته رهيبة هتعجبكم قوي. هجيب علبة او اي حاجة عندي وادهنها بمادة دهنية، المهم تكون حاجة محكمة كده علشان اعرف افرد فيها البلوبيف بتاعي. خلاص هحط الحاجة البلوبيف بتاعي. البلوبيف ده يا جماعة غالي جدا، انا عملته في البيت باقل التكاليف ومش مكلف خالص. اللحمة المفرومة بتبقى موجودة عندنا في الطبيعي، انا عملته بتمن، يعني ممكن مش ربع، كمان تمن كيلو لحمة مفرومة، يعني اعمليه على حسب الموجود عندك. حطيته في الفريزر لحد ما مسك معايا وطلعته اهوت، وهقطعه. هيتقطع معايا، قطعيه على حسب ما انت عايزة، الكمية اللي انت عايزاها، وبتحطيه تاني في الفريزر وبتطلعيه وقت ما تحبي تستخدميه. وبس كده، دي كانت الوصفة بتاعتي النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، وبألف ألف هنا للي هياكلها مقدما. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.